أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. للمأموم مع إمامه في الصلاة 4 أحوال: المتابعة، السبق، التخلف، الموافقة. الحالة الأولى المتابعة، وهي السنة، ومعناها شروع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع إمامه، دون موافقة أو مسابقة أو تخلف. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وعليه فإذا ركع الإمام وبقي للمأموم آية أو آيتان فإنه يقطع القراءة ويتابع الإمام، لأنه مأمور بالمتابعة، واستكمال القراءة يوجب التخلف. الحالة الثانية السبق، وهو محرم باتفاق أهل العلم، ومعناه إتيان المأموم بأركان الصلاة قبل إمامه، كأن يسجد قبله أو يرفع قبله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما حكم الصلاة، فمتى سبق المأموم إمامه بانتقال إلى ركن عالما ذاكرا فصلاته باطلة على الراجح، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. الحالة الثالثة التخلف أو التأخر، وهو نوعان: تخلف في الركن وتخلف بركن. فالتخلف في الركن معناه أن يتأخر المأموم عن الإمام مع إدراكه له في الركن الذي انتقل إليه، كأن يركع الإمام وقد بقي على المأموم آية أو آيتان فبقي قائما ليكمل القراءة، ثم ركع فأدرك الإمام في الركوع، فالركعة صحيحة، لكن تخلفه عن الإمام مخالف للسنة. ومن ذلك ما اشتهر عند الناس من مكث المأموم ساجدا وقد رفع الإمام. أما التخلف بركن فمعناه أن يتأخر المأموم عن الإمام إلى أن يسبقه الإمام بركن وينتهي منه، كان يركع الإمام ويرفع قبل أن يركع المأموم. فإن كان هذا التخلف لغير عذر فصلاة المأموم باطلة، وإن كان التخلف لعذر كعدم سماع المأموم تكبير الإمام مثلا، فإن المأموم يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه. الحالة الرابعة الموافقة، وهي مكروهة، ومعناها إتيان المأموم بأركان الصلاة مع الإمام مباشرة. أما تكبيرة الإحرام فلا يشرع للمأموم الإتيان بها إلا بعد انتهاء إحرام الإمام، فلا تصح موافقته ولا مسابقته فيها، وإلا لم تنعقد صلاة المأموم أصلا.